مساء الخير على كل الأمهات. يا رب تكونوا كلكم بخير انتوا وولادكم. موضوعنا النهارده هنتكلم عن التسلخات بتاعه الاطفال، ودي مشكله بتواجهنا وبتخلي الام تتخض جدا جدا. من الحاجات المهمه قوي ان انا ضروري يبقى معايا الكريم اللي بحمي بيه طفلي من اول يوم، بحطه في الشنطه من وانا رايحه المستشفى عشان اولد. وانا بنصح الام تستعمل كريم سانوسان بانثينول دايبر راش اوينتمنت كريم، وهو بيتحط من اول يوم. ده بيحمي الطفل بتاعي من اي تسلخات ممكن تحصل، لانها بتبقى مشكله. سانوسان اولا كل المكونات اللي فيه طبيعيه، بدايه من الزنك، ثانيها الاورجانيك اوليف اويل، وازاي بيحمي الطفل وبيعمل طبقه واقيه على الجلد وبترطيب كمان جلد الطفل. والبانثينول طبعا لانه حتى من اسمه البانثينول. ليه كمان سانوسان؟ لان سانوسان ما فيهوش الحاجات اللي بخاف منها على جلد الطفل، اللي هي البارافين اويل والسيليكون والباريبان. كل الحاجات دي 0% من السانوسان الكريم. مع كل غيار للدايبر بحط جنبي الدايبر اللي انا هستعمله وجنبيه كريم السانوسان. بخلص وبنشف الطفل كويس جدا واحط طبقه واقيه من السانوسان. ده بيحمي طفلي من ان انا يجيله اي تسلخات. طب ايه اللي بيخلي منطقه الحفاضه يحصل فيها احمرار او تسلخات؟ ممكن مثلا انا في منطقه او في مكان ومعرفتش اغير للبيبي، فحصل شويه احمرار او تسلخات في منطقه الحفاضه، فعندنا سانوسان للعلاج. ده بيفرق عن السانوسان بتاع الحمايه بتاعه الطفل. ده جميل جدا، في منه حجمين لان انا مش دايما هستعمله لان ده للعلاج فقط، فهو عامل لنا الحجم الصغير عشان نقدر نحطه في الشنطه يبقى معانا، والحجم الكبير انا عندي في البيت علشان لو لقيت اي احمرار او اي ظهور لاي تسلخات ابتدي على طول استعمله. تمام. زي ما قلت السانوسان مهم ليه؟ لان كل الحاجات اللي فيه ناتشرال، بدايه من الزنك، الاورجانيك اوليف اويل، البانثينول، والحاجات دي كلها مرطبه وبتحافظ على رطوبه الجلد وبتعمل لها وقايه وحمايه من ما يبقاش ان سواء البيبي او البراز بتاع الطفل ما على طول ملامس لجلده، لا ده فيه طبقه حاميه وواقيه ليه. ميرسي لكم كل الامهات، خلي بالكم على نفسكم وعلى اولادكم.